السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير أم جنان. إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة وبخير وعافية إن شاء الله يا رب. وصفة تاع اليوم خاصة بإزالة الشيب، وكذلك وصفة لتقوية الشعر والتخلص من الشعر الخفيف من تساقط الشعر. هذه الوصفة راهي ناجحة جدا، وخاصة بالمداومة، ثم المداومة للناس اللي عندهم الشيب أو الشعر الأبيض، لأن الشعر الأبيض للتخلص منه لازم تداوموا على الوصفة، خاصة كي تكون وصفة طبيعية لازم نداوموا عليها باش تعطيكم النتيجة. الوصفة تاع اليوم راهي ناجحة، وكذلك هذه الوصفة غنية جدا مكوناتها للقضاء على تكسر الشعر، جفاف الشعر. يعني وصفة رائعة جدا، حتى جفاف فروة الرأس أو تقرح فروة الرأس، يعني وصفة هايلة. ولكن قبل ما نبدأ في الوصفة تاعنا ما تنساوش تشتركوا في القناة، كذلك ما تنساوش تفعلوا الجرس ليصلكم جديد أم جنان. أول مكون في الوصفة والمكونين المفيدين في الوصفة راهم أمامكم. المكون الأول واللي هو حبة السوداء. هنا الحبة السوداء اشتريتها حبوب وقمت بطحنها في المنزل، وتقدر تشريها كذلك يعني مطحونة أو بودرة من عند العطار، يعني توجدوها كذلك مطحونة. أنا طحنت البعض منها فقط. شوفوا يعني الحبة السوداء عندها فوائد كثيرة للتخلص من الشيب المبكر، كذلك يعني عندها فوائد كثيرة كثيرة للشعر، كما أنها يعني تحتوي على معادن فيتامينات مهمة لصحة الشعر. كذلك تساعد على تحفيز إنتاج الميلانين والتخلص من الشعر الأبيض. تساهم في استعادة لون الشعر الطبيعي تاعنا، كاين الشعر تاعها يعني باهت. كذلك تساهم في التخلص من قشرة الرأس والتهابات فروة الرأس. تزيد من رطوبة الشعر، وكذلك تعالج تقرحات فروة الرأس. كذلك تغذي البصيلات الشعر بعمق، وتقلل من تساقط الشعر، وتزيد من كثافة الشعر. يعني هذا كامل فوائد الحبة السوداء أو حبة البركة، يعني كاين اللي يقولونها حبة البركة. ولكن الحبة السوداء راهي مليحة بزاف البنات للشيب، يعني ننصحكم باش تستعملوها. يعني هي تحفز على إنتاج الميلانين، وبالتالي يعني تقضي لنا على الشعر الأبيض، ويدي الشعر اللون تاعه الطبيعي. ولكن بطبيعة الحال يعني بالمداومة، ماشي من التجربة الأولى تقولي ما نجحتش معايا الوصفة. ولكن هنا الوصفة هذه بالمداومة راح تشوفي الشعر تاعك ما شاء الله. يعني ما كاينش حاجة تقدري ديريها في يوم فقط ما عدا الصبغة، يعني اللي تصبغ لك. أما بالنسبة لهذه الوصفات العلاجية لازم نداوموا عليهم البنات باش ينجحوا معكم. أما بالنسبة للمكون الثاني واللي هو البصل، كذلك البصل راه مفيد جدا للتخلص من التخلص من الشيب. احنا نستعملوا بصلة واحدة فقط. البصل مقوي للشعر، كذلك يعني عندها فوائد كثيرة للشعر تاعنا، يتخلصنا من تساقط الشعر، كذلك يقوي بصيلات الشعر. يعني عندها فوائد كثيرة جدا للشعر. يعني ننصحكم كذلك بالمداومة على استعمال البصل كذلك للشعر تاعها، يعني فيه غير تساقط يعني ما عدا الشيب. كذلك يحسن البصل الدورة الدموية، كذلك يساهم في تجديد بصيلات الشعر، وبذلك يعني تنظيف فروة الرأس، تحفيز نمو الشعر، والحد من ظهور الشعر الأبيض. يعني ينتج لنا مادة الميلانين، وبالتالي يخلصنا من ظهور الشعر الأبيض ويعطى اللون الطبيعي للشعر تاعنا. راح ندير البصلة تاعنا ونربيوها جيدا، يعني نقيوها نربيوها جيدا، تكون هاد لارب تكون العيون تاعها صغار بزاف باش يكون البصل قطع تاعو صغيره بزاف، وكذلك باش يطلق هذاك الماء تاعه العصير تاعه، لان العصير تاعه احسن. كالبنات هنا تقدروا تستعملوه الحبيبات كما راح نستعمل انا. واللي ما تحبش تستعمل البصل يعني للشعر تاعها مباشره، تدي غير العصير تاعه، يعني تصفيه بمصفات تدي العصير فقط. انا لكن راح نستعمل من الاحسن ان نستعملوا البصل المربي كما راكم تشوفوا، ومن بعد نحاولوا ان نغسلوه جيدا فقط. راح ندي حبه صغيره من البصل مربيه كما تقدروا حتى تميكسوها، ثم راح نضيف لها ملعقه من الحبه السوداء المطحونه، ملعقه واحده صغيره، ونقوم بادخال هذه الحبه السوداء جيدا
في البصل جيدا هكذا. اما بالنسبه للمكون الثالث اللي راه مكون يعني مفيد جدا واستعملناه بزاف البنات في عده وصفات تاع الشعر، لانه مكون هايل بزاف. يعني بعد ما نخلطوا الوصفه تاعنا جيدا راح نروحوا لهذا المكون واللي هو منقوع زيت الزيتون مع الثوم. يعني اللي عندها زيت الزيتون يعني خاص بالشعر فقط تاعها، ننصحك يعني باش ديري فيه 2 فصوص ثوم او 3 يعني عادي، وتخليهم فيه دائما وتستعمليه للشعر تاعك، لان منقوع زيت الزيتون والثوم يعني هو احسن حاجه ديريها لشعرك. هايل بزاف لتقويه الشعر وكذلك اعطاء اللون الشعر الطبيعي. يعني ما شاء الله منقوع زيت الزيتون طريقه تاعو سهله. زيت الزيتون ضيفي عليه حبات او فصوص ثوم، نقيهم جيدا فقط وخلي فيه دائما، يعني استعمليه للشعر تاعك دائما قبل الحمام. انا راح نضيف من هذا المنقوع ملعقتين صغيره فقط، ونقوم بالخلط الجيد. نخلو هذه الوصفه لمده نصف ساعه حتى تتنقع عنا جيدا كما راكم تشوفوا. ثم نرجعوا طريقه الاستعمال. بالنسبه لطريقه الاستعمال سهله جدا. راح نوضع هذا الماسك على الشعر تاعنا جيدا، وما عليكم البنات غير في الفروه تاعكم يعني بحركه دائريه. لازم توصلوا كامل هذا الزيوت ولا هذا يعني الماء اللي راه في الوصفه تاعنا، لازم توصلوه جيدا للفروه تاع الراس تاعكم وبالتدليك باش تقوي البصيله تاع الشعر، وكذلك باش تدخل هذا المحتوى تاعها في المسام تاع الشعر تاعكم، وتخلي لكم الشعر تاعي ينبت، يعني تنبت الشعر، وكذلك تقضي على الفراغات، تقضي على الشيب المبكر. يعني وصفه هايله بزاف البنات هذه، ننصحكم باش غير تجربوها. بالنسبه للوصفه هذه راح ديروها كماسك وتغطيوها بكيس بلاستيكي جيدا، يعني لازم تغطوها مليح بالكيس تاع البلاستيكي وتخليوها لمده ساعه كامله. ثم تقومي بغسل شعرك جيدا. بالنسبه لرائحه البصل ما راحش تكون، لان رائحه الحبه السوداء قويه جدا وتقلع عنا رائحه البصل مع رائحه زيت الزيتون، راح يتخلطوا وما يكونش عندها رائحه يعني كريهه جدا. تغسلي الشعر تاعك مليح بالشامبو الخاص بك، وكذلك تستعملي مشط يكون العيون تاعها كبار باش هذوك البقايا فقط يروحوا لك من الشعر تاعك، وتشلي مليح بالماء فقط واي يعني سيروم خاص بالشعر تاعك يعني فيه رائحه جيده ديريه للشعر يعني فقط هنا باش تنزعوا غير رائحه، ولا تقدري ديريه للشعر القليل من الخل فقط باش تروح الرائحه يعني تشلي به. هذو بعض النصائح فقط في الاخير. اتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه، وما تنساوش تشتركوا في القناه، كذلك ما تنساوش تفعلوا الجرس، وما تنساوش تخلوا لنا لايك الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظه.